هاي يا جيرلز، عاملين ايه؟ يا رب يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال يا رب. وحشتوني جدا جدا جدا. والنهارده بقى جايبه لكم مفاجأة، البديل الافضل والارخص والاوفر من بادي اويل نوكس الفرنسي المستورد، اللي هو بقى سعره دلوقتي معدي 1300 وشويه. سعره بقى اوفر جدا على حجمه الصغنن ده. انا جايبه لكم البديل بتاعه الاحسن منه كمان، ومش ببالغ، لا انا واثقه جدا الاحسن منه يا جماعه ب100 مره. كل اللي جربه اصلا انبهر. يعني ازاي منتج لوكال براند او منتج مصري يبقى احسن من مستورد وريحة افضل وافكت احلى؟ جربوا انتوا بقى بنفسكم وشوفوا. ال- الدراي اويل بتاعي اولا خالي من مشتقات البترول، ودي ميزة مش موجودة في زيت نوكس. خالي من مشتقات البترول كلها. آم، خالي طبعا اللي هي الزيوت المعدنية. يعني كله عبارة عن زيوت نباتية طبيعية جدا. طبعا أولها زيت جوز الهند المجزأ. آه، آم، زيت الجوجوبا. طبعا مفيش فيه زيت اللوز الحلو، لان في ناس عندها تحسس وفي ناس عندها حساسية من المكسرات. فانا راعيت النقطة دي في الاويل ومحطتش فيه زيت اللوز. لكن في فيتامين اي، في زيت جوجوبا، في زيت جوز هند. في العطر اللي هو الثابت بتاعنا، طبعا التلات الوان بتلات روايح مختلفين. جولد وروز جولد ووايت، التلاتة كل لون بريحة مختلفة. طبعا يعني بترضي كل الاذواق، اللي هي بتحب اللي بتحب ريحة النظافة، الناس اللي بتحب يبقى ريحتها سكسي، الناس اللي بتحب يبقى ريحتها قوية وزهرة. يعني انا عملت لكم كل الاذواق اهو، عشان محدش يقول لي مش عارفة ايه وانتي مش ذوقي وكده، لا، كله تمام، كله تحت السيطرة. المهم الاويل يا جماعة حجمه 100 ملي، ينفع لترطيب الجسم، بيرطب الجسم وبيخلي ريحته تحفة جدا. ريحته كأنك رشة مخمرية على جسمك، انا مش هبالغ، الريحة تحفة. التنعيم للجلد تحفة، ما بيديلكيش احساس التلزيق بقى والتزييت وان انت حاطه طبقة تقيلة وطبقة سميكة وطبقة رخمة. ابدا ابدا ابدا. تقدر تدهنيه كمان على كل مكان في الجسم بكل امان. كمان تقدر تدهنيه على شعرك، بيخلي ريحة الشعر يا جماعة كأنك كده فواحة متنقلة، ريحته ثابتة في الشعر 3 أيام. أنا مش ببالغ، 3 أيام ريحته ثابتة في الشعر. أم، بيرطب الجلد كويس جدا. بيعالج الجفاف، بيخلي ريحتك حلوة، بيخلي شمري بقى، اللي هو لو عروسة أو واحدة بتحب إن هي تدلع نفسها في البيت. شمري. ولو انت سبتيه شوية يركز كده، هتلاقي الشمري يركز لتحت، وفوق اللي هو الأويل من غير شمري، فتقدري تاخدي من فوق لو انت مش عايزة تدي اللي هو الإفكت الشمري لجسمك. تمام. الالوان مختلفه، كل لون بقى يناسب درجه بشره معينه او حسب ما انت بتحبي. آم، تحفه بقى، تحفه تحفه تحفه. ويا ريت بقى يا جماعه اللي جربوه عندي يكتبوا للناس الاويل ده عامل ازاي معاهم، او الافكت بتاعه عامل ازاي، او النتيجه بتاعته عامله ازاي. لان فعلا تحفه، الباكج تحفه، الريحه تحفه، الترطيب تحفه، الريحه تحفه، كل حاجه فيه جميله جدا. وفعلا بينافس نوكس الفرنسي، هو اصلا مش في مقارنه معاه. وسعره يعتبر تمن سعر المستورد. يعني انتوا شايفين هتوفروا فلوس قد ايه. ومنتج خالي بارافين، خالي من زيوت معدنية، خالي من المواد الحافظة اللي هي المضرة. تحفة يا جماعة. المنتج ده بقى اديله 100 من 10، مش 10 من 10. إيه، يا ريت تجربوه بقى وعلى ضمانتي، وشوفوا الحلاوة بتاعت صنع في مصر. ومنتجات سارز ناتشور اللي هي الحلوة الجميلة اللي هي صنعت بحب. آمم، ان شاء الله انا عملت منتجات تانية كتيرة، ان شاء الله استنوني في الفيديوهات الجاية هعرضها لكم. واتمنى اتمنى اتمنى كل اللي جرب الاويل ده، لان انا عاملاه بقالي اصلا فترة، تقريبا 6 شهور او اكتر. وخدت بقى فيدباك منه كتير حلوة قوي قوي قوي، فده شجعني ان انا انزل عنه ريفيو هنا في القناة. تحفة يا جماعة، تحفة. سحر 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 ترطيب وسحر تنعيم وسحر ريحة ولون وكل حاجة. هو اصلا ادمان، ونقطة صغيرة منه بتملي كده الجلد، اللي هو ما بتضطريش تحط منه كميات كبيرة. في العبوة اللي هي ال100 مللي دي بتقعد معاكي فترة طويلة جدا. اتمنى تجربوه واتمنى تقولوا لي رأيكم فيه. وان شاء الله استنوني في ريفيوهات تانية من منتجات سارز ناتشر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وباي باي.